زمان كان في وظيفة كده زي ما تقول كده حاجة تشرف اسمها ناقد الطعام. الناقد ده كان حاجة كده شيك، دارس طهي من المدارس العليا، متابع ومواكب لآخر الوصفات والعادات والتقاليد في الأكل، وأي مطعم جديد بيفتح كان أول واحد يقص الشريط. يعني الراجل ده ما كانش بياكل أي حاجة والسلام، كان بيكتب عمود محترم في جريدة كبيرة بعد ما ياكل بفلوسه. والله كان بيدفع ثمن الأكل، وساعات كان بينزل متنكر كده عشان ما حدش يتعرف عليه وياكل زي بقية خلق الله، يعني ياكل زي اي حد. ولو اتعرف ولا حد قطع عليه انه في المطعم والخبر اتسرب، تلاقي المطعم اتقلب، كله بقى بيحاول يقدم احسن ما عنده وهو مرعوب. الناقد هنا الناقد هنا، فاهم؟ الدنيا حرفيا بتتشقلب. وكان تقييمه بقى بالنجوم، كل مطعم يحلم بنجمه او 2 3 لو ما شاء الله عليهم وجامدين جدا. طبعا كان بيقيم بضمير، يعني لو الاكل وحش ما بيسميش وما بيتوصاش، بتبقى ليلته سودا. دلوقتي بقى الوظيفه المحترمه دي اتبدلت بحاجه اسمها فود بلوجر. والله، ومش اي فود بلوجر بقى. بص يا سيدي، دلوقتي نقدر نصنف الفود بلوجر ل3 اجيال. الجيل الاول جيل محترم، كانوا ناس بتحب الاكل بجد وعندهم ضمير، يعني اللي هو بيدوقوا الحاجه ويفهموا في الطعم ويكتبوا كلام منطقي. دول في الاخر فتحوا مطاعم وبقوا ناس محترمين. حلو، تمام. الجيل التاني بقى اللي الليله كلها عباره عن محتوى بيتصور. بتشتغل ايه؟ انا فود بلوجر، متذوق طعام بالعدسه، داخل ياكلك بالكاميرا، فاهم؟ ويصور لك مشواره وهو رايح المطعم، وصوته يبقى فويس اوفر كده، شغال فويس اوفر برضه. حضرتك تحضر معاه الطابور، الوقفه اللي في الزحمه، اللي مش عارف ايه الحكمه اصلا والهدف اني اقف في طابور طويل عريض عشان ادخل بعد ساعه اكل فرخه او بيتزا او ساندوتش برجر. يعني ايه القيمه والفاليو في اني اتبهدل عشان اكل؟ المحتوى بقى اللي المفروض تنبهر لما يصور لك شكل الطبق وشكل الاكل، وتلاقيه بيقول لك شفتوا التقديم، ويقول لك وقفت ساعه عشان الاقي مكان من كتر الاقبال. يا جماعه، ما انا مش هروح يا ابني، مين قال لك ان انا هروح لما اعرف هقف ساعه؟ احنا ناقصين. وتقعد بقى تتفرج على رد فعله ورياكشنات وهو بياكل. في هذه الاثناء بتصدر من الفود بلوجر اصوات ابتذاليه اصطناعيه، نوع جديد من التعابير، بصراحه حاجه ما شاء الله زي الزفت، اللي هو بيدوك كده في ايه يا ابني؟ انت عايز تخش الحمام؟ الحمام هناك اهو. يعني طب انا كده استفدت ايه لما انت تبقى واخد فلوس عشان تدخل تقيم الاكل وتصور المطعم؟ هتقول عليه وحش مثلا؟ يا اسطى انت قابض يا اسطى. فانت بالتالي فكره تقييم الاكل ما مش موجوده، وممكن ما تروحش المطعم اصلا ولا تدوقه، وتعلن المطعم بفيديو وانت ما روحتش اصلا، زي كريم عبد العزيز كده في فيلم بيت الروبي لما سال المطعم ده احنا رحناه اصلا، يعني هو مش فاكر، فاهم؟ فقالوا له لا، فقال قشطه مش مهم. ومش شفتوا قفشه لما كان بيتصور وهو بياكل فراخ من مطعم معين كده، راح قايل للراجل بص بصراحه الفراخ طعمها يقرف وملهاش طعم. طب انت ايه اللي زنقك على كده بس يا نجم؟ الله يمسيك بالخير يا عمنا، يعني مفتقدينك والله. فكره تقييم الاكل اصلا ما بقاش ليها اي منطقيه، يعني انت حرفيا بتتفرج على اعلان فيك سئيل. نيجي بقى الجيل الثالث بقى، وهو الجيل الانيل وفي الرخيص من ده بقى مسخره، ناس مشهورين بفلوسهم، يعني شاريين فولورز وبايعين قصادها الضمير. يدخل اي مطعم بنفوذ وكده، ولا كانه امين شرطه خالد صالح في فيلم هي فوضى، يروح داخل على المطعم من دول يقول له بص انا عندي 100,000 فولور يا باشا، هدخل اكل ببلاش بما يرضي الله، اصور واعمل لك اعلان على السوشيال ميديا واروق عليك. لو المطعم وافق يصور ويطلع في الفيديو يقول يا الاكل بيدوب في البق يا جماعه، وعمري ما اكلت لحمه بالطعامه دي في حياتي كلها يا. لو المطعم ما وافقش يبقى ليله اهله سودا بقى، يصور فيديو يقول فيه العبر في الاكل. يا عم البكبكه دي زفره والفراخ لونها ازرق والممبار طلع ذكر يا جماعه. وفي مطاعم للاسف من باب الخوف على اكل العيش تلاقيهم فعلا بيجروا وراهم، يتعرض عليهم فعلا ياكلوا ببلاش. بس بلاش تفضحونا، يعني تصوير الاكل والترويج ليه بالطرق العجيبه دي ودت نعمه وقيمه الاكل في حته تانية خالص. يا جماعه ايه اللي حصل خلانا نغير نظرتنا لطريقه الاكل وللاكل عموما؟ ايه اللي حصل يعني؟ النهارده ده السؤال المهم. ايه اللي وصل وظيفه محترمه زي دي، ناقد الطعام، كانت بتقيم الاكل بالادب والذوق والتخصص، لحاجه زي البلطجه والاتاوه؟ السؤال ده بقى محتاج قعده على كباب وكفته، نقعد نقيم برضو سوا. ويا سلام بقى لو في ASMR. عارفين ASMR ده اختصار لايه بقى؟ Autonomous Sensory Meridian Response. حلو، ترجمتها بالعربي لقيتها بالفصحى معناها استجابه خط الطول الحسي المستقل. ايه الكلام ده؟ يعني ايه بقى؟ مصطلح مستخدم لوصف الاحساس بالوخز او السكون او القشعريره، استجابه لمحفزات صوتيه او بصريه محدده. يا نهار اسود، تخيل بقى لو بنطبق الكلام ده على الاكل. مش كفايه اكل فيك ورياكشنات غريبه، لا ده كمان بيستخدموا في التصوير مايك محترم، غالبا بيبقى مايك كوندنسر زي المايك المحترم اللي جنبي ده، حساسيته عاليه طبعا جدا عشان يلقط الصوت والنفس بكل تفاصيله بقى. ولك ان تتخيل حد بياكل وبيسمعك
يا حبيبي فين الميزه اني اسمعك لا مؤاخذه وانت الاكل في زفت بقك، بقى هجوع مثلا ولا هقول الله ايه الصوت ده؟ لا مش هقول كده طبعا. بس بطل واقفل البتاع ده. فكره الاس ام ار دي على فكره بتبقى لطيفه يعني لما تستخدمها في محتوى مناسب، زي مثلا لما تتفرج على ريفيو عربيه والانتيريور بتاعها، فبيوصل لك فعلا احساس ملمس كل الماتيريال اللي في العربيه، والموضوع بيبقى لطيف وممتع خصوصا للناس اللي بتعشق العربيات وتفاصيل العربيات والكلام ده. انما نقول ايه بقى في البني ادم اللي مصر يستخدم اي حاجه واي اداه واي حاجه في اي حاجه، يعني حتى لو الموضوع منفر ولا مقزز عشان بس للاسف الناس تتفرج ويعمل ترافيك وريتش. يعني انا اعتبروني بهري في سري. لا اسف والله، اسف والله ما خدتش بالي. السلام عليكم.